انت بني ادم فاشل. اهلا وهلا ومرحبا في حاجات عايزين نتكلم عنها. اكتساب الثقة دي حاجة مش سهلة خالص، وخصوصا لو انت حد زيي بتنام كل يوم على صوت مخك وهو بيقولك يا ابني انت بني ادم فاشل. الكلام ده للاسف بيدخلنا دايما في مقارنه مع الناس اللي حوالينا، زي طنط كده لما بتدخلك في مقارنه مع ابن خالتك اللي جاب 500% في ثالثه ثانوي وشغال في الكويت. وللاسف سحله المقارنه دي بتكون في كل حاجه، ودوت اللي بيسبب بعدين قله الثقه. طب هو ايه اللي بيوصلنا لقله الثقه في نفسنا اصلا؟ الخوف. بكل بساطة احنا بنخاف نكون غلط، بنخاف نكون مش زي ما الناس عايزين، بنخاف نحس بالفشل، بنخاف يكون شكلنا مختلف، بنخاف نحرق الاكل عشان الحاج ما يجيش يزعق، او مثلا الناس اللي بيكون عندها مشكلة مع وزنها الزايد او القليل بسبب كلام الناس، او حتى الشخص اللي اتنمرنا على مناخيره في فيديو الشخصية الغريبة جايز معرفش يتخطى الموضوع لحد دلوقتي، قالوا لك ان انت شخص غريب ومناخيره كبيرة. وكمان من الحاجات اللي تعتبر قلة ثقة هي نظرتك لصاحبك اللي جاب احسن منك في الامتحان، او حتى البنت اللي كانت لابسه فستان احسن مني النهارده، وجايز دلوقتي انت بتقول في سرك ما يمكن ده اصلا حسد. بس لا، خليني اوضح لك الموضوع. في ناس عقلها بيعمل ده غصب عنهم، ودوت مش بسبب كرههم للاشخاص دول، هو بسبب ان هم بيقللوا من نفسهم. وعارفين كل ده بيوصلنا لايه؟ انك تتعقد كلاكيعو وهتحس انك مش بيرفكت زي كل الناس حواليك. بس الحقيقة يا صديقي ان مفيش حد بيرفكت، انت بس مش شايف الصورة كاملة قصادك. ففي اللحظة اللي هتقرر تقارن فيها فشلك بنجاح حد تاني، ابدأ بص هو خسر ايه في حياته علشان ينجح وعلشان يكون واثق من نفسه. طب سؤال، ايه اللي ممكن يخلي شخص يكون واثق من نفسه؟ في حد بيحس بالثقة لما يكون غني، وحد تاني لما يكون عنده فولورز كتير، وحد تاني لما يكون لابس لبس حلو وشيك، وحد تاني لما يكون ذكي في الدراسة. ملخص الحدوتة، كل واحد فينا بيختلف المصدر اللي بيحس بيه ان هو بيكون واثق في نفسه. ومجرد ما تعرف انت مشكلتك فين، خلاص انت كده بتكون عرفت المفروض تبدأ منين. وهنا تعالى اقول لك ايه الحاجات اللي حصلت معايا وخلتني يكون عندي ثقة في نفسي. هبدأ كلامي بحاجة انا كنت بعملها من غير ادراك مني قوي، وبعد وقت طويل اكتشفت ان دي طلعت صح. fake it until you make it. اقناع نفسك والناس انك حد جامد لحد ما الموضوع هيقلب حقيقة وهتكون فعلا حد جامد، والناس اللي حواليك كلهم هيشوفوا ده. الهايب او النفخ من الحاجة بس بطريقة ايجابية، يعني ما كنتش ما بتفهمش اي حاجة في اي حاجة وتمشي تقول ان انت جامد جمودة. يعني بمعنى اصح خلوا فيه توازن في الموضوع شوية. اني بطبق مبدأ بسميه اللا تعلق. من الحاجات اللي اتعلمتها مع الوقت ان مهم جدا انك ما تربطش حياتك بحاجة، لان كل حاجة حوالينا في الكون ده هي متغيرة الا حقيقة واحدة بس، وهي ان ربنا موجود. ونتيجة لده هتكون متقبل اغلب الحاجات اللي بتحصل في حياتك، وهتربط كل حاجة بربنا، وده اصلا المفروض يحصل. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألته فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. اني جربت لفتره معينه كل ما احقق حاجه في حياتي كويسه حتى لو كانت بسيطه جدا، زي اني ذاكرت النهارده، او زي اول مره اتكلمت فيها قصاد ناس في برزنتيشن، او زي اني اشكر حد على حاجه كويسه هو عملها لي. فكنت بكتب كل الحاجات دي واحتفظ بيها، لاننا بننسى اننا بنعمل حاجات كويسه، وبننسى اننا حتى لو فينا عيوب فاحنا برضو اشخاص كويسين. فلما كنت بكتب كل ده وكنت برجع تاني اقرا، وبعدين الصراحه الموضوع اداني فعلا ثقه كبيره في نفسي، اني ما عنديش مشكله اني ابين اني بني ادم مخلوق ضعيف. خلينا نفكر بمنطق، انا مش اله، مش هقدر اكون مسيطر دايما على الاحداث وعلى الحاجات اللي بتحصل، ومش لازم دايما اكون بعرض بس الجانب الكويس من حياتي. ولو تلاحظوا اصلا ده ضد اللي السوشيال ميديا بتعمله في حياتنا دلوقتي. اني قررت اتقبل اخطائي. طبيعي اننا نغلط عشان نتعلم، ومحدش
محدش بيعرف يطلع الحاجة الصح من اول مرة، فبكل البساطة اللي في الدنيا لما تغلط تعتذر. وده مش هيقلل من اي حد في اي حاجة، اني بطلت اقارن نفسي باللي حواليا، بس بقارن نفسي بنفسي. كل نفسك قبل ما حد ياكلك. فببدأ اشوف انا كنت فين وبقيت فين، وده هيخليك مركز مع نفسك ومع تطورك وفاكس بقى كل الناس التانية. اني اعرف كويس جدا اني في الغالب في الوقت الحالي في المكان ده دي احسن نسخة مني دلوقتي، واني عايزة اخليها تفضل احسن واحسن. وكمان اني اعرف احب نفسي، لان ممكن يمر احيانا مع الانسان فترة ان مفيش ناس موجودين حواليه، فلازم يكون هو اول حد موجود يساعد نفسه في الفترة دي علشان نعرف نموف اون ونطلع لقدام. فلو لقينا دعم اهلا وسهلا، لو ما لقيناش اوكي انا عارف اتعايش مع الموضوع. واخر حاجة ومن وجهة نظري هي اهم حاجة، اني بجرب اعمل حاجات كتير نفسي اعملها وبكون خايف من التجربة او من الانتقاد بتاع الناس. طب ما اعملها وخلاص، واعيش التجربة بنفسي واستفيد من الانتقاد الايجابي. ومش بس كده، واحاول احسن منه. انا كل حاجه تقريبا عملتها في حياتي، من رسم الكرتون لانيميشن لدريسز ديزاين لحتى اليوتيوب، اكيد كان بيجيلي عليها انتقاد، بس اللي بيحصل عشان افضل مكمل اني بسكيب وبفضل احسن من نفسي على قد ما اقدر. عارف بقى لما توصل لمرحله الثقه دي ايه اللي هيحصل؟ هتكتشف انك كنت اوفر، والله كبرت الموضوع يا شباب، وان الموضوع ابسط مما كنت تتخيل. بس احنا اللي اوفر شويتين وبنحب نعيش جو الدراما كوين. وبس كده. ممكن تكتبوا لي تحت في الكومنتس لو في حاجات عايزين نتكلم عنها في الفيديوهات الجايه. ولو بتتفرجوا على الفيديو ده من على فيسبوك ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنتس. لو بتتفرجوا من على يوتيوب ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وزرار الجرس. وبس كده، سلام.